مرحبا، كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. ورجعت لكم بفيديو جديد لليوم. قبل ما نبلش الفيديو تبعنا بتمنى من الكل يصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. اليوم رح اعمل من وصفات رمضان، رح اعمل معاكم معمول بالمد محشية تمر بطريقة كتير سهلة وبسيطة. حابين تشوفوا الوصفة؟ تابعوني. مثل ما حكيت لكم باول فيديو رح اعمل معاكم وصفه كتير طيبه برمضان، هيك بتشهي. هي معمول المد، انا حابه كتير هالوصفه اعملها من زمان. ومكوناتها كتير سهلة وبسيطة يعني، ومتوفرة بالبيت. يعني فيكم انتم تستعملوا اي شيء بدكم اياه، فيكم تستعملوا السمنة اللي بدكم اياها. هون انا حاطة كوبين ونص طحين، كوب خشن عادي وكوب سكر حاطة فوقيه. وهون عندي ربع كوب قطر. وعندي هون كوب سمنة، انا حاطة شوي معلقة من السمنة الخضراء والباقي سمنة اصيل. فيكم تستعملوا اي سمنة بدكم اياها، نوعيتها تكون رخيصة غالية اللي بدكم اياها. وعندي هون كوب مي لاشوف قد ايه بدي احط. وعندي معلقة حليب بودرة ومعلقة ماء زهر ومعلقة محلب كبيرة ومعلقة بيكنج باودر ومعلقة خميرة. وعندي هون كوب ونص طحين. هلا بدي اخلط المكونات الجافة عشان اعجنها شوي شوي. وعندي هاي الصينية هلا انا بدي احط ورقة نايلون مشان اقسم الطبقتين واحطهم على جنب اخليهم يرتاحوا. صينية مدورة، طبعا فيكم تستعملوا اللي بدكم اياه، اي صينية بدكم اياها، بس انا نقيتك هاي شوي. هاي نخلط المكونات شوي مع بعض. بسم الله. هلا شوف بتعرفوا شو رح اعمل؟ رح احط المكونات الجافة، الحليب البودرة، البيكنج باودر، المحلب والخميرة. هاي هلا نحط المكونات. هلا رح اخلي القطر اخر شي. رح ادير السمنة شوي شوي وافركها. ها؟ ليه ما أخذتيها؟ طب ما هاي الهضمة. هلا رح افركها شوي صغيرة، رح افركها شوي صغيرة. خليها تتشرب مع السمنة السمين الطحين. هلا رح امشي معاكم فيها خطوة خطوة. الحمد لله اليوم عندي اكل زاد من امبارح، بس رح اعمل شوية شوربة وسلطة. كتير شعور حلو لما يكون شعور قبل اليوم اكل زايد عندكم. رمضان صراحة تعب كتير، هو اجواء كتير حلوة بس تعب كتير. هلا شو بدي اعمل؟ هلا رح ادير القطر شوي شوي. بسم الله. اعمل الخطوات كلها معكم. هاي ماء زهر، وهلا المي رح اصير اديرها بالتدريج شوي شوي. فاعل الزهر، ماء زهر. يمكن المي ما استهلكها كلياتها، انتم شايفين ما بدها لانه احط شوي تاني وخلص. ونفرك، حاولوا افركوا بايديكم كتير منيح. انا بدي اتركها هلا ترتاح نص ساعة مشان يتشرب كل شي معه. شايفين المي انا ما استعملتها كلياتها، يعني 3/4 الكوب مي بس بتحطوا. حسنا الخليط شوي طري هيك، فينا نحط له شوية طحين. انا رح احط له شوية طحين وارجع لكم. هلا هيك الخليط صار تمام لكم احلى عندي، بس اذا حسيت انه بده شوي بده انه طري معاكم بدكم تحطوا له، حد له فنجان طحين.
هلا رح احطه شوي بالبراد يرتاح معي وبعمل التمر معاكم. هلا ليكوا التمر عندي انا هون حطيت باكيت كامل، حطيت معلقه سمنه وشويه هيل وقرفه ناعمه. وهون على الصينيه حطيت شقفه نايلون مشان امد العجينه طبقتين، مشان يجي انه طبقه واحده نفس الطبقه تنتين. ونفس الشيء التمر رح امده كمان هون. تمام، هلا رح امده وبفرجيكم. شايفين بهالطريقه انا مديتها، بس حطيت هيك لحسه مي على الخفيف. بدي اشيلها هلا النايلون احطها على جنب، وامد الجهه الثانيه احطها هون. تمام، وبعدين بنحط التمر. هلا انا هون مديت طبقه، حطيت سمنه من تحت. هلا رح احط التمر ورح احط الطبقه هذيك اللي حطيناها على جنب. تمام. هلا هون انا مديت طبقه اولى، بعدين حطيت التمر، بعدين حطيت الطبقه الثانيه وقسمتها. رح احطها على درجه حراره 180 من فوق من تحت تقريبا نص ساعه. وبهيك انا خلصت وصفتي لليوم. بتمنى وصفتي نالت اعجابكم. ليكوا حمرتها وقطعتها وصفه بتشهي، لازم تجربوها. ولا تنسوا تشتركوا بقناتي، وان شاء الله هيك وصفات رمضان رح احط لكم اياها باذن الله. وان شاء الله تضلوا بالف خير يا رب.